السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير، صحة فطوركم وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله رمضان يكون دخل عليكم بالصحة والخير. اليوم جبت معكم وصفة طاجين الجبن، يعني وصفة بالفرماج. هنايا قبل ما نبدو الوصفة تاعنا ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا الوصفة تعيش فيها، أنا درت زوج حبات تاع بصل، يعني ماهمش كبار بزاف، متوسطين الحجم، رحيتهم في الأشوار. وزدت هنايا ضفت تاع صدر تاع دجاج تانيك رحيته، يعني صدر مراش تانيك كبير متوسط. وانتي على حسب الأفراد العائلة تاعك، إلا كان أفراد العائلة تاعك يعني بزاف تقدري ديري كمية لاباس بيها. هنا ضفت المعدنوس، ضفت هنايا الحرور، زدت هنايا كركب، وراح ندير سكنجبير، الملح، ضفت الثوم يعني المقطع راحلي. وهنايا حندير 3 مغارف تاع لا شابلور خبز مرحي، ونزيد نص مغرف تاع لا موطارد. وانتي لي زيبيس اللي تبغي ديريهم يعني في الكفتة تاع الدجاج تقدري ديريهم. هنايا نخلطو مليح كاع هادوك لي زيبيس اللي درناهم مع هذا البصل ومع البولي اشي، ندخلوهم مليح كيما هكا. وهنايا نجيبو مقلة تاعنا نديروها فوق النار ونديرو عليها مغرف تاع دهن هكا. بعد ما يذوب معنا الدهن نجيبو هذاك اللحم تاعنا اللي كنا رحيناه وفقصيناه نديروه ينقلى. انا ماذا بيك تنقصي على النار وتقليه غير على نار هاديه، يعني وتبقى تحركي فيه. كي يبدا يطيب تبدي تحلي فيه بالمغرف حتى تشوفيه يعني نشف معاك ودخله الطياب. تشوفيه هنا كيفاش غادي نحله هيك كيما هكا، يعني مغرف تاع اللوح ولا سيليكوم هكا نحلو اللحم تاعنا ونبدو نقلو فيه بهذا الشكل. ماذا بيك تنقصي له النار باش ما ينشفش معاك وما يطيبش مليح. هكا نقصوا على النار ونخلوه غير في غرضه ينقلى، نقلوه مليح. هنايا بعد ما نقلى معنا هنا راح نديرها في ريسيبيون ونخليه يبرد باش نديرو له البيض. كنت ديري له البيض هكا هو حامي ما راحش يجيك، غادي هذاك البيض قاع يطيب لك، نخلوه يبرد مليح. هنايا بعد ما برد معايا جبت انا شويه تاع روز، حوالي 4 مغارف هكا تاع روز. يعني هذا الروز انا درته اختياري مش اوبليجي ديريه، انا كان عندي الروز ودرته باش الكميه تاعي يعني تجيني لاباس بها، يعني تسكالي شويه. هنا راح نبدا نضيف البيض. انا هاد الكميه دخلت لي 4 حبات تاع بيض، وانتي على حسب الكميه اللي ديريها. نديرو هنا البيض تاعنا ونبدو نخلطو مليح. الروز انا فيضته غير بالملح. نبدو هنا نزيدو تانيك البيض تاعي يعني حجم شويه كبير ما راش صغير. انتي الا كان درتي هاد الكميه اللي درتها انا تخرج لك 4 حبات بيض، يعني حجم كبير، ولا كان صغير تخرج لك 5 حبات. انا نخلطو مليح ونجيبو هنايا البلاط تاعنا بعد ما كنا دهناه بالدهان، يعني ندهنوه غايه. نديرو هنا البلاط تاعنا وديجا الكوشه تاعنا راه يتحمى. نمشو مليح هذاك الكفته تاعنا نمشوها مليح، يعني ما تزيروش عليها غير هكا كيما نقولوا حنا نمشوها غير هكا من الفوق، ما تخبزيهاش مليح قد ما تعطيك الوجه الفوقاني. وندخلوها هنا في الكوشه. انا بعد ما طابت معانا ونشف الوجه تاعها من الفوق راح نخليه يبرد، ماشي يبرد بزاف، مي شويه هذيك الحمان تاعه تروح. وهنايا نبدا نضيف له في الفرماج من الفوق، خاش كون نديره وهو حامي راح هذا الفرماج من نديره في الفوق يعني عفوا من الفوق غادي كاع يذوبلي. شاورا نخلوه شويه يتفانى ونديرو الفرماج باش تبقى هذيك الطبقه تاع الفرماج تاعنا تبان. تي اي نوعيه تاع فرماج تكون عندك، انا عندي هذا تاع البيدو، هذا موندور. وانتي تقدري ديري يعني تاع لا ترونش ولا يعني الفرماج اللي يكون عندك، ماشي اوبليجي ديري هذا. انا بعد مشيناه درت هذا الفرماج هذا
شيدار وخلطت معاه تاع غريير، راح نديرهم على الوجه تاعه. هذا تاني اختياري، مارشي اوبليجي ديريه، انا غير من كان عندي ودرته. وراح نزيد هذا تاع تارتيني، هذا تاع لي زامبرغر، راح نديره هنايا على الوجه كيما هكا بهذه الطريقه، باش يعطيني هذاك الاحمرار شباب على الوجه تاع الطبق تاعي بهذا الشكل. هنايا بعد ما درناه كاع، هنا غادي نردوه يعني للفرن تاعنا الكوشه، ونشعلو عليه من الفوق. ديجا هو من تحت سينشف معنا وراه طايب، نشعل الكوشه تاعنا من الفوق، ومن هنا نروحو نديرو لاصوص اللي غادي نرافقوها مع هذا الطبق. انا هنايا درت شويه زبده في المقله تاعي، ودرت هنا شامبينيون، راح نقلي مليح الشامبينيون. هنا بعد ما ينقلى معايا ويحمر، راح ندير له شويه تاع حليب، حوالي نص كاس تاع حليب، ونزيد معاه كريم فريش، وضفت معاه شويه حرور وشويه فرماج وشويه تاع ملح. خلوها تتقل ونطفوها. وهنا دوك تشوفوا يعني الطبق تاعنا في طبق التقديم. انا بعد ما كملته يعني درت لكم فيديو على السريع، نتمنى برك يكون عجبكم هذا الفيديو. هاد لي كرواسون ديجا راني دايرتها معاكم في القناه، اللي بغات الوصفه تروح للقناه. انا في القناه راني دايرته محشي بالفرماج. هاد الوصفه جات ما شاء الله، غير برك التصوير يعني ما طاهاش حقها، وتاني الاضاءه شويه راهي قليله عندي، كنت ديجا هنايا عجلانه. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش البنات ترحموا على ميمتي وعلى خالتي، ربي يرحمهم ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر في وصفات اخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع الف سلامة.